الجبر والاختيار والبعث والخلود والنار والجنة والوحي ودي كلها أجبت عليها إجابات مش من الموروث الديني، لكن إجابات علمية زي ما تصورت يعني. على أي حال الكتاب صدر، والدكتور محمد عبد الله قال دفاع بليغ جدا، وكانت المحاكمة سرية والأوضة مقفولة. مصطفى محمود أنا أجيب لكم في جميع الصوفية والجماعة المفكرين المسلمين الكبار حاجات زيها بالظبط، وقعد يقرأ لهم بقى، هم قالوا أكتر من كده. المهم القاضي اكتفى بالمصادرة وما كتبش حيثياتها للحكاية دي خالص، واتقفل الموضوع. لكن هو ما اتقفلش بالنسبة لي، الموضوع بالنسبة لي ما اتقفلش. لما طلعت كنت مستمر برضه في التفكير سنة بعد سنة بعد سنة، وبعدين اكتشفت ان المنهج العلمي عاجز عن انه يفسرني انا، يفسر الانسان. المنهج العلمي ممكن يفسر البيئة وما فيها، ويفسر جسم الانسان، يفسر تشريحه ووظائفه الى اخره، لكن روح البني ادم نفسه اللي جواه، يعني البني ادم اللي هو بيصور ويغضب ويكافح وبعدين فجأة يبقى جثة، الله، ده حاجة شكلها عبثي جدا. طب ايه الحكاية؟ طب عشان ايه ده كله؟ فالعلم يجي هنا ما يقدرش يفسر الانسان، وما يقدرش يعرف جه منين ورايح فين، ولا ايه بعد الموت، ولا اي حاجة. فانا شفت ان المنهج ده مش كافي، المنهج ده صالح جدا لدراسة البيئة والخروج منها بقوانين، ودراسة الفلك، دراسة مش عارف ايه الذرة، كله ممكن. لكن الإنسان مش مجرد ظاهرة موضوعية، ده ظاهرة غيبية كمان، وجزء منه مش شايفينه خالص ومحجوب عننا خالص. ده بالإضافة إلى بدايته ونهايته وما بعد نهايته، كل ده محجوب. المهم ياميها بقى كامل الشناوي قال كلمة عجيبة قوي، كتب في طيب نفسر الإنسان إزاي؟ يعني الحل أدى إلى أني أخش في الفلسفة، ابتداء من طاليس وديموكريتس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، وبعدين في فلسفة العصر الوسيط شوبنهاور وكانت وهيجل، انتهاء بماركس وويليام جيمس وراسل. وفي نفس الوقت كان لازم اخذ الاديان من الاول، برضه من اول الفيدات الهنديه والزرادشتيه والكونفوشيوسيه والبوذيه، وانتهاء بالثلاث اديان السماويه لغايه الاسلام والقران. خدت دي كلها رمح، طبعا مش في يوم ولا اتنين، قول 10 سنين وانا عمال افكر برضه ايه حكايه الانسان وايه اللي يفسره. العلم ما يقدرش يفسره خالص، هو يفسر حاجات خاصة بالظواهر الإنسان بس. المهم يعني أنا لما وصلت للقرآن فأنا حسيت إنه كتاب عجيب، وإنه في الواقع القرآن بيحتوي بين دفتيه على كل اللي فات، زي العباية اللي بتشمل جواها كل، سواء كان مسيحية، يهودية، مش عارف، بوذية، زرادشتية، كله ده، كل الإسلام بيجب ده كله، والقرآن فيه ده كله، والقرآن فيه لمحات علمية كمان. لكن أعجب حاجة في القرآن هي اللي بيحصل للبني آدم قبل ما يفسره وقبل ما يفكر فيه، وهي العلاقة الأولى خالص بين الآية وبين القلب. لأني أنا ابتديت على بياض بقى خالص، فكنت بقى الإيقاع بتاع الآية بالنسبة لي أنا يعني إيقاع غريب. يعني أبقى أحس إن مثلا جملة كده بسيطة زي والضحى والليل إذا سجى مثلا، أحس مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أحس لا ده في شيء تاني في الجملة دي. أحس من أول الإيقاع ما يجي على ودني قبل ما بفكر في أي تفسير ولا كلام من ده، ولا أقرأ زمخشري ولا ابن كثير ولا حاجة، مجرد العلاقة بين الآية وبيني أنا، أحس إن الكلام ده لا يمكن يصدر إلا عن عظيم، وإنه يحتوي على نبأ عظيم.
في القرآن موسيقى داخلية عجيبة، ما هياش لا شعر ولا نثر ولا أي حاجة، مجرد الآية والضحى والليل إذا سجى، أو مثلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بحس إن جوه الآية موسيقى، ما هياش لا شعر ولا شيء داخلي جوه الآية. ما أعرفش يعني أنا العلاقة بتاع الآية مجرد يعني بينها وبين ودني وبين شعوري وبين حواسي، حسيت ان ده شيء كبير، شيء كبير، وان المتحدث عظيم مش عادي ابدا. طبعا لما ابتديت اخش بقى في التفاصيل بقى والتفسيرات والمعاني والحاجات دي كلها والتاريخ، وبعدين اقرا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت منظومة كبيرة خالص، يعني مش ممكن تحصل صدفة ابدا. وفين الكلام ده؟ فين؟ في الجزيرة العربية بعيدة معزولة عن الحضارة، وكتاب ورا كتاب. وعند دخلت بقى في الماركسية في الصميم، 5 كتب ورا بعضها الإسلام والماركسية، لماذا رفضت الماركسية، أكذوبة اليسار الإسلامي إلى آخره. 5 كتب، آخرهم كان سقوط اليسار. وبعد سقوط اليسار بسنة كانت حكاية جورباتشوف، وكانت انهيار روسيا بالفعل، اللي هو السقوط الفعلي لدولة الشيوعية. بعد كده ابتديت اكتب في الإسلاميات بقى حوالي يمكن 15 كتاب. معرفش يعني جيت في لحظة كده بقى عندي 70 كتاب، وكانوا من الكتب الشديدة الرواج وإيرادها كبير. وفي وقفة كده مع النفس قلت الله، يعني طب وانا في النهاية يعني هقابل ربنا بشوية كلام؟ ده انا كل محصولي من الدنيا شوية كلام. الحكاية دي ضايقتني. اياميها قلت لعبد الوهاب، وكان صديق دايما نتقابل من وقت للتاني، قلت له اسمع بقى، ده كلام فاضي، مش معقول اقدر اقابل ربنا بشويه كلام. يعني انت قال لي طب وايه فيها ايه؟ ده اسمه فن، ده اسمه فن. طب ما انا اقابل ربنا بشويه غنى، ايه يعني؟ قلت له هتقابله ايه؟ بلاش تبوسني في عينيا، البوسه في العين تفرق، ولا هتقول له الدنيا سيجاره وكاس؟ يعني بيني وبينك يا عوبه الدنيا، وان الكلمه ممكن ومش عارف ايه يميها. هقولها دي بعدين. ابتدت تن بقى المساجلات اللي بيننا دي. قلت له طب اسمع، طب يعني ممكن واحد بتاع كوره يقابل ربنا وكل محصوله شويه اجوان مثلا، ايه رايك؟ ايه رايك فيه؟ او واحد بتاع بياخد الاولمبياد في العقله والمتوازيين وكل محصوله شويه شقرباظات على العقله دي، او واحد ملاكم كل محصوله كامل لكميه وحاجات زي، ايه رايك في دول مثلا؟ هتقول لي فن، ما هو فن فعل، كل واحد فنان. فاقوال واعمال، في حاجه اسمها اعمال. قال لي يعني ايه اعمال؟ قلت له يعني اطعام جائع، او كسوه عريان، او كفاله يتيم، او عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقه لك بعد موتك. انك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بايه؟ غنوه مش هتنفع الغنوه. فاذا في اعمال وفي اقوال. حتى عندنا في الدين ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. دليل ان العمل شيء غير بقى القول. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا هي الحاجات اللي بنكتبها، هي دي الكتب بقى 70 كتاب مثلا، ده على افتراض انها قول سديد يعني. فيكمل الايه قال لك يصلح لكم اعمالكم، معناها ان القول شيء والعمل شيء ثاني. القول ده بيتكلم عن القول السديد، يعني اقوال الحكمه والحاجات دي كلها. فربنا يقول هكافئك بان اصلح اعمالك، يعني في حاجه ثانيه اسمها اعمال. فاقتنع بقى خلاص، ما اقدرش اقابل ربنا بشويه كلام. فده اللي خلاني افكر في المشروعات وفي المسجد اللي عملته، مساله المستشفى والمراكز الطبيه
وكل الحاجات دي كانت ورا المسائل دي. اللي كان مدهش فعلا اني لما ابتديت امد ايدي في المشروعات دي في المسجد، اول حاجه لما جيت ابنيه بقيت لقيت 1000 ايد بتتمد كده، هو من غير ما كل واحد يجي يقول خليني معاك، اشركني معاك. وفجأة لقيت يعني نوع من التيسيرات الغريبة في كل حاجة، لدرجة ان الحاجة اللي ابتدت بما فيش دلوقتي لو قيمنا بسعر دلوقتي يعني المشروعات بتاعتنا الأراضي والأبنية والتجهيزات الطبية اللي فيها تزيد عن 85 مليون جنيه، 100,000 مريض. فالعمل بقى عمل جسيم وكده اهو، يعني تسهيلات غريبة. يعني ياميها قالوا أموية لا تتدفق عليك يا عم وحاجات زي كده، لكن الحقيقة النسبة بتاع المساهمة المصرية للمساهمة العربية 30% أموال عربية و70% أموال مصرية.